الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسلامة. هنعملوا حاجة مع بعض لطيفة وحاجة للحر، بتبقى عبارة عن عصير زبادو، زي الزبادو بالظبط بس زبادي خلاط بالمانجا. تمام. أول حاجة هنقدمها مع بعض، أنا معايا لتر لبن، طبعا أنا مش هستخدمه كله، معايا زبدتين، معايا مقدار سكر بتاعها 3 معالق كبار، ومعايا مانجتين. المانجتين دول واحدة منهم هنقطعها مكعبات وواحدة هتتضرب مع الزبادي. توكلنا على الله ونبدأ بقى الشغل. أول حاجة المانجاية الجميلة دي نمسكها كده ونروح جايين، طبعا احنا مقشرينها زي ما انتوا شايفين. اروح جاي هعمل كده، اخد الكمية اللي انا عاوزها وبقدر اقطعها وتبقى سهلة علينا. طبعا اهي المانجاية كبيرة، انا خدت كفايتي فيها في العصير. اروح جاي اعمل كده وابدا اللي انا هاخد دول واجي عند الخلاط اخد مقدار السكر بتاعي، الزبدتين، طبعا الزبادي تبقى كامله الدسم. اخد الزبدتين احطهم كده، طبعا الزبادي تبقى كامله الدسم بتبقى جميله. تمام. واخد اللبن، طبعا لتر اللبن مش هحطه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تمام. بروح جاي حاطط كده وابدا اللي انا اشغل. بعد ما ضربنا الزبادو بتاعنا الحلو، معانا اهو قطع المانجا اللي احنا قطعناها، نحطه كده. يبقى احنا عملنا حاجه جميله ومن غير ماده حافظه واحلى من بره بمليون مره. حته قطع مكعبات المانجا كده زي ما انا عايز. ناخد هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين جميله ازاي؟ حاجه في منتهى الجمال. طبعا ده المشروب بتاع الحر والاطفال كلها بتحبه، بتجيبه غالي في المعلبات، فده بيبقى صحي ليهم واحلى من بره. شايفين قطع المانجا؟ يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش اشتراك القناه يوصل لكم كل حاجه جديده وحاجه حلوه. ولو انا معايا مانجا زياده بروح جاي حاطط كده فوق الوش. يا رب الحلقه تكون عجبت حضراتكم، واستنوا مني كل طريقه سهله وبسيطه مع مطبخ فريده وادم. وكل عام وانتم بخير وبصحه وسعاده.